عمرك فكرت إزاي خط بسيط ممكن يغير شكل تصميمك بالكامل؟ في الحلقة الثالثة من البودكاست هنتكلم عن أهمية اللاين في التصميم، وإزاي استخدامه بذكاء بيحول أفكارك من مجرد رسمة عادية لتحفة فنية. استعد لحلقة مليانة إلهام وأسرار عن أبسط عنصر في التصميم وأقواها تأثيرا. مرحبا بكل مستمعينا في الحلقة الثالثة من بودكاست التصميم يتحدث. معاكم حسن محمد من غاوي ديزاين. الحلقة النهاردة بتتكلم عن الخط لاين، وده تاني عنصر من عناصر التصميم اللي بنتكلم عنها بعد الألوان. لو لسه ما سمعتش حلقة الألوان أنصحك ترجع تسمعها الأول عشان تاخد الفكرة بالترتيب وتفهم إزاي الألوان بتأثر على التصميم بشكل عام. طيب قبل ما نبدأ إن شاء الله لازم نعرف الأول إيه هو الخط لاين. الخط ببساطة هو رابط بين نقطتين، وبيجي بأشكال وأحجام مختلفة: مستقيم أو منحني، متموج أو متقطع، وغيره كتير. يعني مثلا لو عايز تعبر عن النظام والهدوء ممكن تستخدم خط مستقيم، ولو عايز حاجة تعبر عن الانسيابية والنعومة يبقى الخط المنحني هو اختيارك المثالي. طبعا هتلاقي أمثلة كتير على الكلام ده في البي دي إف اللي هيكون موجود في ديسكريبشن الفيديو. طيب إيه هي فوائد الخط في التصميم؟ أول حاجة هي التعبير عن الحركة. الخطوط بتدي إحساس بالحركة وده بيعتمد على شكل الخط، زي مثلا الخط الأفقي بيعبر عن السرعة، والخط المتموج بيعبر عن الهدوء والانسيابية، والخط العمودي بيرمز للقوة والثبات. تاني حاجة عندنا هي تنظيم التصميم. الخطوط بتساعدك تفصل بين العناصر وتحدد المساحات في التصميم. مثلا لما تعمل تصميم يحتوي على نصوص وصور، الخطوط بتحدد الحدود وتخلي التصميم منظم وواضح. تالت حاجة عندنا هي إضافة لمسة فنية. بمزج أنواع مختلفة من الخطوط تقدر تخلق تأثير بصري يجذب العين، زي إنك تستخدم خط سميك جنب خط رفيع عشان تعمل توازن ما بينهم. الخط والمشاعر. الخطوط كمان ليها دور في التعبير عن الحالة المزاجية أو المشاعر اللي عايز توصلها، زي الخطوط العشوائية فوضى أو حركة غير منظمة، والخطوط المتعرجة بتدل على التوتر، والخطوط الانسيابية بتدل على الراحة والهدوء. طيب إزاي تستخدم الخط بذكاء في تصميماتك؟ أول حاجة لازم تفكر في الرسالة اللي أنت عايز توصلها. تاني حاجة لازم تحدد نوع الخط اللي هيخدم فكرتك، زي خط مستقيم لو عايز حاجة بسيطة ومباشرة، خط منحني لو هدفك الإبداع والانسيابية. تالت حاجة جرب تستخدم الخطوط مع ألوان أو أنماط مختلفة عشان تزود التفاعل البصري. الخلاصة: الخط مش مجرد عنصر بسيط في التصميم، لكنه لغة في حد ذاته، بيوصل الرسالة وبيعبر عن الفكرة. لازم تختار الخطوط بعناية وتوظفها صح عشان تضمن إن فكرتك توصل بوضوح وتأثير لجمهورك. ده كان موضوع الحلقة الثالثة من بودكاست التصميم يتحدث. شكرا لاستماعكم ونتمنى تكونوا استفدتوا. مستنيين آرائكم وتعليقاتكم دايما. دمتم مبدعين.